السلام عليكم ورحمه الله البنات، كيف بقيتوا؟ نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي ديال هذا النهار. وصفات صحيه جديده. في الفيديو ديال هذا النهار غنشارك معكم الوجبات ديالي ديال اليوم كامل، وايضا غنشارك معكم هاد الحريشه الصحيه سهله بدون اي نوع ديال السميده، واحد المكون اللي صحي وزوين للناس اللي كيعانيو من عسر الهضم، وايضا كيعانيو من الامساك. وايضا غنشارك معكم الوجبه ديالي الثانيه، ونبداو بسم الله. اول حاجه هي واحد اللايك البنات باش هكذا تشجعوني باش الفيديو ايضا يطلع للبنات جدادين يدخلوا عندنا القناه. ونبداو بسم الله بالوجبه ديالي الاولى اللي عندي فيها هنا البنات هاد الخبيزات اللي شاركتهم معكم بدون جلوتين. رجعوا الفيديوهات السابقه غادي تلقاوهم، حتى لما ما لقيتوش الفيديو طلبوها مني غير في التعليق، وغادي نخلي لكم الرابط اللي غيديكم نيشان الفيديو. بالنسبه لهاد الخبيزات كيجيو زوينين مشبعين. الخبز بافوكا، فعاود ما ديروا الدقيق اختي بدون اي نوع ديال الدقيق، درتو بلافوكا كيجي غزال بمذاق زوين. درت فيها كذا وحده درت فيها بيضه، وحده خليتها خاويه غناكلها بهاد الجبل اللي كتشوفوا معايا. وايضا عندي هنا شويه ديال المكسرات، اللوز واكاجو، واحد الحبه نص حبه ديال الايجاص، ودرت كاس ديال اتاي مسوس بطبيعه الحال مسوس، وواحد بيرلي. هذا هو الفطور ديالي البنات، مع كويس ديال الماء. راه الماء ضروري كيكون عندي حاضر انايا في الطبيله ديالي، غير ما كنصوروش دائما وصافي، ولكن راه كنفكركم فيها في كل فيديو. الماء ضروري تشربوه قبل من الفطور ومر الفطور وفي النهار ديالكم كامل. راه الماء من اهم الحوايج اللي كيساعدوا على انقاص الوزن وكل منافع على الجسم ديالنا، وراكم عارفين البنات الاهميه ديالو حتى على الكلاوي. ودابا البنات غنشارك معكم هاد الحريشه اللي قلت لكم ما نديرهاش بحتى نوع ديال السميده. غادي نديرها بهاد الحمراء، هاد النخاله البنات ديال الاتقان، زوينه بزاف بزاف. فاش شاركت معكم التقضيه اللي تقديت تقضيه صحيه قلت لكم خذوها، راه غنشارك معكم بها وصفات. وهذه اول وصفه من الوصفات اللي قلت لكم غنشارك معكم، هي هاد الحريشه غنديرها غير بها. ما كاين حتى نوع اخر ديال السميده، يعني ما غادي نخلطها مع والو. شوفوا البنات، الا بغيتو تخلطوها نتوما مع اي نوع ديال السميده اخرى راه كتجي زوينه وكتجي ناجحه. انا بغيت نديرها غير بوحديتها. داكشي باش في الاول ديال الفيديو قلت لكم الناس اللي كيعانيو اختي من الامساك او اللي تيعانيو من عسر الهضم وما تيقدوش على حريشات الحرشه العاديه، ديروا لي هاد الحريشه راه كتجي زوينه بزاف. خليت البنات هنايا هاد الحمراء هادي درت منها 4 ديال الكيسان، حليتها خديت منها 4 ديال الكيسان. انا غنوريها لكم عن قرب هكذا باش تشوفوها. بالنسبه للبنات فين كتباع، راه فيما مشيتو تبارك الله تلقاوها كتباع. سكرينيو هكذا الصوره ديالها، ديوها وريوها لاصحاب الهري غادي يعطيوها لكم. غتمشيو للمرجان غتلقاوها، غتمشيو للبيما تلقاوها. غير هو المهم في مرجان ما كتكونش دائما، لان تبارك الله كيطيروا بها دغيا دغيا كتحط كتهز. الا لقيتي تلقاي المهم هكذا واحد الجوج، ولا الا جاوك في ظهرك ما جاوكش بحال انا نهار تقديت لقيت غير هاد الوحده هادي. صافي هنا البنات من بعد ما درت 4 الكيسان راني قربت لكم شفتوها كي دايره، هي كتكون رقيقه. هنا ضفت عليها المكونات باش غادي نبسبسها ونكملها. صافي هادو هما المكونات اللي غندير فيها. درت فيها شويه ديال الملحه، درت عليها الزيت. بالنسبه للزيت تقريبا درت واحد 5 ديال المعالق. المهم انا درت غير عيني ميزاني ولكن راه باين 5 د المعالق هكذا. وحتى اللي راني زدت حيت ما تبسبست ليش مزيان هاد الحمراء اولا النخاله. ايوا داكشي باش عاوتاني زدت شويه ديال الزيت. صافي درت عليها الملحه، الزيت، العسل باش كيعطي واحد التذهيبه فاش كتحمر فاش كتكون كطيب. ومن طبيعه الحال غادي ندير واحد الخماره ديال الحلويات. صافي هادو هما المكونات اللي درت في هذه الحريشه هذه، ساهلين وبساط. ما درت فيها لا بيض لا حليب لا ياغورت لا حتى حاجه البنات. هنا فاش قلت لكم بسبسته وحسيت بلا ناقصاني هكذا الزيت، زدت واحد المعلقه. المهم ديروا تقريبا هكذا 5 6 ديال المعالق ديال الزيت الا بغيتوا هكذا تجيكم العبار المضبوط. 4 كيسان ديال النخاله البنات، هانتوما غتشوفوا القياس ديال الحريشه اللي كيعطيني. حريشه يعني عائليه تبارك الله، تاكلوا فيها اسره. الا كانت هكذا اسره صغيره تاكلوا فيها كاملين. بغيتوا تشكلوها صغيورين تشكلوها صغيورين. المهم نتوما شفتوا معايا بعدا من بعد ما درت البنات ديك المكونات كنبسبس هكذا بيدي، كنحاول ندخل فيها الزيت مزيان وداك المكونات مع بعضياتهم. وهنا غادي نبدا نضيف عليها الماء. بالنسبه لبنات الماء الا درتو بالضبط هذا القياس اللي درت انا اللي قلت لكم ديال 4 ديال الكيسان ديال النخاله، غادي ديروا عليهم 3 ديال الكيسان ديال الماء. صافي الماء البنات غير من الصنبور عادي. هنا كنحاول البنات ما ندلكهاش، حيت تبارك الله دابا النخاله راه ماشي بحال السميده دغيا دغيا كتبعك هكا في صباعك، حيت راكم عارفين الحرشه ما كتبغيش تدلك، ولا تدلكت راه كتجي حالتها. ما دلكوهاش نهائيا البنات. ولكن دابا هذه حيت رقيقه ديك النخاله بحال اللي تبغي تعجن. المهم راه كنحاول معاها كندورها غير بصبعاني. ما دلكوهاش نهائيا البنات. الا دلكتوها تجيكم من الداخل مدقصه، تجيكم معجنه، تجيكم حالتها. حنا كنعرفوا اي نوع ديال الحرشه ما كيتسدلكش، يعني كناخذوا الحرشه غير بالصبعان كتخلط. المهم ردوا البال لهاد القضيه هذه. لا يمشي اختي تعجبك يعجبك داك القوام وتبقاي تدلكي ليا الحرشه ما غاديش تجيك زوينه، وكيف ما قلت لك غادي تعجن لك. صافي هنا باش حسيت بها. المهم داك المقادير البنات عطيتهم لكم مضبوطه كما قلت لكم. 4 كيسان النخاله جمعتهم لي 3 ديال الكيسان ديال الماء. صافي يعني جات هي هذيك، ما زدت حتى قطره اخرى. خليتها كدا جمعتها شويه ودزت هنا. خديت هاد المقله الثقيله فاش غادي نطيبها، المقله ديال الحرشه، دهنتها بشويه ديال الزيت. ولا كانت عندكم شي وقيله اللي كتلصق بزاف ديروا لها الزبده باش هكذا
ما تلصق لكمش نهائيا. ودرت هكذا من الفوق ونخاله. المهم راه ما درتش، ما دخلت حتى انا قلت لكم ديال السميده، حتى في الدهين ديال المقله درت غير نخاله. كل هاد الحرشه هذه اختي منخله على حقها وطريقها. صافي رشيت هكذا بالنخاله وبديت كنقرص هاد الحريشه ديالي. انا البنات بالمساعده ديال الماء، ضروري ديروا شويه ديال الماء. بغيتو تساعدوا هكذا بالنخاله تبقاو تقرصوا بالنخاله، قرصوا بالنخاله كتجيكم شويه حرشه. ولكن انايا درت هكذا كنقرص في الاول بالماء حتى كنحصل على داك الدائره اللي بغيت، على القياس اللي بغيت. المهم ما ترققوهاش البنات عندك، وترققوا هاد الحرشه هذه راه ما كتنفخش نهائيا، ما كيزيدش الحجم ديالها، كتبقى كيف ما حطيتيها كيما قرصتيها غتبقى لك. يعني كنتي كتبغي الحريشه تجيك غليظه غتقرصيها من الاول غليظه، كنتي كتبغي الحريشه تجيك رقيقه غتقرصيها رقيقه. المهم اللي بغيتي. انا كنقول لكم دائما الوسط، كتعجبني الحريشه تجيني متوسطه. ديك الغليظه كنحس بها بحال ما طايباش، الرقيقه عاوتاني كتجيني يابسه بحال العظم. اللهم كندير الوسط في اي حاجه. هنا من بعد ما قرصتها قلت لكم بالماء، درت عليها كذا واحد شويه ديال النخاله من الفوق، صافي غير شويه ماشي بزاف البنات، ما سمتهاش بزاف. وبديت كنقاد لها هاد الجوانب ديالها بالمعلقه بطبيعه الحال، بالمساعده ديال المعلقه باش كيجيوني مواسين، ما كتبقاش هكذايا مشققين الجنيبات. وإلا كانت عندكم نتوما المقله تجيب لكم الحريشات لحد في القد، يعني قياس، راه غادي تجيكم داك الجوانب ديال المقله هما اللي غادي يقدوها لكم. انا شفتوا معايا جاتني غير في الوسط هكذايا. ما يصلحليش البنات ندير هذه المقله عندي ثقيله زوينه بزاف بزاف، ولكن كبيره، الحجم ديالها كبير. صافي شريتها النهار الاول، بقات لي هي اللي بقيت صافي مولفه عليها. مازال ما خديتش شي مقله اللي تكون غير القياس ديالي انا صغيره شويه. كندير هكذا الحريشه كنديرها في الوسط، وحتى لا شاطت البنات راه حتى حاجه ما كتضيع. كنجمعوا الحمد لله كل شيء، كنقطعها كطريفات، كنحطها في بلاستيكه ونحطها في الثلاجه. كتبقى زوينه حتى لا غدت ليه وتسخن ولا راه ما تيطرى لها حتى حاجه، حتى حاجه الحمد لله ما كتضيع. صافي دخلتها البنات للفران وشعلت لها النار من الفوق ومن التحت لمده ديال 35 دقيقه على 200 درجه. شوفوا تبارك الله كيفاش طابت وتحمرت. انا ما درتهاش البنات في البوطه، بغيتو ديروها نتوما في البوطه ديروها في البوطه، درتها في الفران حيت فاش ما كيكونش عندي الوقت الفران هو اللي كيفك له حاجه. صافي كتدفعيها ليه، كتقادي له البروغرام ديالو وتمشي ديري شغالك، صافي ما كتحضي ما كتقلبي. اما المقله الا درتو هاد المقله درتوها فوق النار ولا فوق البوطه العاديه، راه خصك تبقى يدك ويديها تبقاي تقلبي من هنا ومن هنا مع النخاله البنات دغيا كتحمر دغيا كتحرق. الا ما رديتيلهاش البال غادي تضيع لك الحرشه ديالك. ردي لها البال مزيان مزيان، وحمريها بلا مهل وقلبي من هنا ومن هنا. وقفتي على حاجتك، ما تخليهاش تضيع لك وما تخليهاش تحرق لك. حتى الشوفه البنات راه العين كتاكل قبل ما ناكلش. صافي انا شفتوا معايا البنات قطعت لها كذا، قطعتها باش تشوفوا معايا هاد المورسو ما شاء الله كتجي كتشهي اختي في الصباح تفطري ليا بها مع الجبن، مع زويته بلديه، مع عسيله بلديه. انتيا واللي حبيتي وانتي شنو تشهيتي. المهم راه كتجي زوينه بزاف بزاف للسيدات اللي كيتوحشوا هكذا الحرشه لعده اسباب. منها الناس اللي كيعانيوا من المصران، راه ما كياخذوش الحرشه العاديه وما خصهمش ياخذوها لان راه كتزيد هي تعطي الم وكتزيد تنفخ. وايضا البنات اللي دايره هكذا نظام غذائي صحي وتيبغي حريشه ديال يعني ما تكونش ديال السميده العاديه، فهذه لكم اختي. والغديوه ديالي هي هذه البنات، غديوه بسيطه سهله حتى هي. المهم اختي دائما حنا مع الساهل. خضيره في الفران خديتها درت لها عطيريه، عندي بطاطا الحلوه وبطاطا العاديه، خيزو الكورجيت وبصيله. قطعت هادشي كامل، درت له هكذا، درت له العطريه ديالو اللي كندير دائما على البنات كنشاركها معكم. داكشي باش ما نشاركش معكم دابا. شويه التحميره، شويه البصار، شويه ديال الكمون، مليحه، زيت الزيتون، الزعتر، والعطريه ديال الدجاج هي كتعجبني كيجي المذاق ديالها زوين. وصافي ودفعتها للفران مع شويه ديال الثومه. وعندي هنا الكفيته خديتها هكذا درتها هكذا دويويرات ودوزتها غير في مقيله البنات، غير بحال بلا زيت بلا والو، بداك الدم ديالها طابت. وزدت هنا مع الكويس ديال الماء. وهذه هي الغديوه ديالي، ساهله ماهله ومشبعه من طبيعه الحال. وإلا كنتي اختي وصلتي معايا حتى لهنايا، عجبك الفيديو من طبيعه الحال، خلي لي واحد اللايك باش تشجعيني. وكنقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو في الفيديو الماجي ان شاء الله.